من فترة أختي الكبيرة سامية وقعت في الحمام. صوت الوقعة عمري ما هنساه طول ما أنا عايش، وصرخت صرخة خلت قلبنا كلنا يقف من الخضة. فجرينا عليها أنا وأمي وفضلنا نخبط على الباب جامد لحد ما قدرنا نفتحه. ولما دخلنا لقيناها مرمية على الأرض، العرق مغرق جسمها كله وعينيها مغمضة وفاقدة الوعي بالكامل. لكن أبشع حاجة شفتها ساعتها كانت ايدها، من اول الكتف لحد الكوع الجلد كله متسلخ ومحروق حرق واضح غريب وبشع بشكل يخوف. مش حرق عادي ولا طبيعي زي المية المغلية لو وقعت على ايد حد او اتلسع من فرن. ده كان منظر الحرق نفسه غريب، اللحم من جوه كان باين ومحروق، والمنظر كان صعب على اي حد انه يتحمله. ومن يومها وحال سامية اتشقلب بالكامل، بقت واحدة تانية خالص غير اللي نعرفها. وشها اتغير وحتى نظراتها اتغيرت، وطريقة كلامها بقت غير اللي متعودين عليها، وضحكتها اللي كانت قليلة أصلا اختفت نهائي. الناس كلها كانت شايفة انها حالة صعبة وتستدعي الشفقة والمواساة، بس انا كنت شايف الأكتر من كده، لاني ببساطة كنت واخد بالي ان التغيير ده ما بدأش من يوم وقعتها في الحمام. الحقيقة إن الحكاية أقدم من كده بكتير. السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. قصة النهاردة هي واحدة من أغرب وأرعب القصص بصراحة اللي هنحكيها النهاردة، لأن القصة بتحاكي الواقع اللي احنا عايشين فيه، وده فعلا ممكن يحصل مع الناس كلها. قصة النهاردة من كتابة المتميز والمبدع فهد حسن. ياريت قبل ما نبدأ قصتنا تجهز طقوس سهرتنا، وهي انك تطفي النور في الأوضة وتقعد لوحدك لو قلبك جامد، وتجهز سماعتك علشان تستمتع أكتر بالقصة. ويلا بينا نبدأ الحكاية. قبلها بفترة بقيت ملاحظ حاجات على سامية غريبة جدا. هي أصلا شخصيتها هادية ومنطوية شوية، ومش من النوع اللي بيحب العلاقات ولا الصداقات الكتير ولا حتى الخروج من البيت. لكن اللي حصل بعدها كان أزيد بكتير عن الطبيعي. بقت يا إما قافلة على نفسها أوضتها بالساعات، يا إما تقعد في الحمام مدة طويلة، وده ما كانش بيريحني خالص. أوقات كنت بصحى بالليل على صوتها، وصوتها ما كانش بيبقى عالي، بيبقى صوت واطي جدا شبه الهمس، كأنها بتكلم حد أو بتتمتم بصوت مش مفهوم. بس لأن البيت ساكت والجو هدوء وأنا نومي خفيف أصلا، فكنت بصحى وكنت بقول في الأول بيتهيألي، أو يمكن بتفضفض مع صاحبة ليها في التليفون وبتعيط. هي علاقاتها قليلة بس ليها صاحبتين مقربتين منها. بس مع الوقت الإحساس بدأ يتغير، وبقيت لما اسمعها احس ان الكلام مش طبيعي والحروف نفسها غريبة، ونبرة صوتها فيها حاجة تخلي الواحد جسمه يقشعر حتى لو مش فاهم هي بتقول ايه. وانا مش هكدب، انا في اوقات كتير كنت بخاف منها، يمكن لاننا في البيت اصلا ما كناش قريبين من بعض بالشكل اللي يخلي حد يدخل على التاني يسأله مالك، ايه مضايقك، او اساعدك ازاي، او حتى ايه اللي بتعمله ده. سامية اكبر مني ب 12 سنة، وفرق السن ده عمل بيني وبينها مسافة عمرها ما قربت. انا كنت بالنسبة لها الاخ الصغير، وهي بالنسبة لي الاخت الكبيرة اللي ليها خصوصياتها وعالمها ومحدش يقدر يقرب منه. فوق ده كله احنا من بعد وفاة ابويا من 3 سنين، والبيت بقى ساكت بشكل يخنق. لا عندنا اخ كبير يحتوينا، ولا خال قريب، ولا عم بيسأل، وكل واحد فينا عايش حزنه بطريقته. وامي ربنا يديها الصحة من النوع اللي بيسيب مساحة كبيرة جدا لأولاده على أساس إن الحرية راحة وكل واحد أدرى بنفسه. لكن أنا من زمان حاسس إن الحرية من غير متابعة ومن غير احتواء ممكن تبني عزلة، والعزلة دي مع الوقت بتكبر وبتعمل سد بين أهل البيت والواحد. وده اللي حصل معانا من حوالي 20 يوم. قبل حادثة الحمام حصل حاجة خلت الشك اللي جوايا يتحول لخوف حقيقي. كنت خارج وقتها أحط أكل ومية للقطط، وسامية كانت طالعة على السلم في نفس الوقت وما خدتش بالها مني لأنها كانت ماسكة الموبايل ومندمجة جدا في مكالمة. وقفت مكاني من غير ما أحس لأنها كانت بتتكلم بصوت واطي، لكن الجملة اللي سمعتها منها فضلت ترن في ودني بعدها أيام. هبدأ النهاردة خلاص،
انا ما كنتش قبضت، بس النهارده عديت وجبت كل الحاجه اللي انت طلبتيها مني. قلبي اتقبض وقتها مش عارف ليه. الجمله تبان انها مجرد جمله عاديه وممكن اي حد يقولها في اي ظرف او اي وقت، بس الطريقه اللي سامية قالتها بيها والتوتر اللي كان باين في صوتها ونبرة الاستعجال خلوني أثبت في مكاني وأقلق. أنا عملت نفسي مش سامع حاجة وكملت اللي بعمله عادي. ولما بقت سامية قدامي رفعت عيني وعملت إني لسه واخد بالي واتخضيت، وهي اتلخبطت وبان على وشها التوتر. حتى السلام ما رمتهوش زي عادتها، ودخلت الشقة بسرعة ودخلت على طول على أوضتها وقفلت الباب وراها. من ساعتها وأنا دماغي شغالة، يا ترى هتبدأ ايه وجابت ايه ومين اللي كانت بتكلمه وليه اتوترت كده. الأسئلة كانت كتير لكن الإجابة ما كانتش موجودة. وليلتها بعد البيت كله منام صحيت قبل الفجر ادخل الحمام، وانا معدي جنب أوضة سامية شميت ريحة بخور كانت طالعة من جوه، وما كانتش ريحة بخور عادية، دي كانت ريحة تخنق وزي ما يكون البخور محروق او هي حرقت حاجة جوه. وقفت قصاد باب اوضتها المقفول ومش عارف ليه، وفجأة حسيت ان الجو حوالين الأوضة سخن بشكل مش طبيعي. البيت كان فيه نسمة هوا خفيفة والجو كان معقول ليلتها، لكن قدام باب اوضتها حسيت اني واقف قدام فرن، وحسيت بصهد حقيقي طالع من بين باب اوضتها والحلق. قلبي اتقبض وجسمي تلج واترعش، وفي اللحظة دي بالذات سمعت صوت حركة جوه الأوضة. اتخضيت وبعدت بسرعة ودخلت الحمام كأني كنت رايح له أصلا. ولما خرجت رجعت أوضتي على طول، بس النوم ما جاش بسهولة. كنت حاسس إن في حاجة غلط بتحصل، أنا مش عارف هي إيه ولا عارف أحددها. الأيام اللي بعد كده كانت مرعبة وغريبة. فضلنا حوالي 10 أيام على نفس الوضع. سامية ترجع من شغلها الساعة 5 أو في الوقت ده تدخل أوضتها وتقفل على نفسها وما تخرجش إلا للضرورة تقريبا. ولو أمي سألتها تقول إنها تعبانة أو كلت برا أو نفسها مسدودة أو القولون تعبها أو عايزة تنام شوية. وخد بقى من الحاجات كتير وكلها ممكن تتصدق لو اتقالت مرة أو اتنين، لكن لما تتكرر كل يوم لازم الواحد يشك. وبقيت ألاحظ إنها بقت بتاكل أقل وبتتكلم أقل وبتبص في الأرض أغلب الوقت. ولما كنت أعدي جنب أوضتها بالليل نفس الريحة كانت بتبقى موجودة، وبحس بنفس السخونة الغريبة، نفس الصهد ونفس الرعشة اللي بتعدي في جسمي من غير أي سبب منطقي. وبعد ال10 أيام دول التغيير في سامية بقى مفزع. خست جدا ووشها بقى جلد على عظم زي ما بيقولوا، عينيها دخلت لجوه وبقى في سواد تحتها بشكل يخوف، وتشوفها تقول دي شايلة جبل على قلبها من الهم. حتى ما بقتش تروح شغلها وبقت تغيب كتير. في يومين ورا بعض ما راحتش الشغل فيهم، ولما امي سألتها ردت بعصبية وقالت إنها تعبانة ومحتاجة إجازة وإن نفسيتها وحشة ومش قادرة تشوف حد. بصراحة أمي حاولت تقرب منها تحضر لها أكل وتدخل تطمن عليها وتسألها لو محتاجة حاجة أو عايزة تروح لدكتور، لكن سامية كانت بتقفل الكلام وبتتعصب. وأمي بطبيعتها الهادية سكتت وسابت لها مساحتها الشخصية لحد ما تبقى كويسة. بس من جوايا أنا كنت بغلي ومش مرتاح، لأني شايف إن اللي بيحصل ده مش مجرد تعب نفسي، في حاجة أكبر من كده بكتير بتحصل، بس أنا ما عنديش دليل قاطع عليها. وفي ليلة من الليالي المرعبة دي صحيت بالليل أشرب مية. البيت كله كان ساكت والهدوء فيه يخلي أي صوت واطي يبان عالي. وأنا في طريقي للمطبخ لاحظت إن باب أوضة سامية كان مفتوح وهي ما كانتش جوه، غالبا كانت في الحمام. أول ما قربت كنت هرجع وبطني قلبت لأني شميت ريحة وحشة قوي. في البداية افتكرتها ريحة الزبالة وقلت يمكن نسينا نطلعها، ورحت للمطبخ علشان أتأكد ولقيت الزبالة مش موجودة أصلا، وأمي كانت مخرجاها فعلا. رجعت عند باب أوضة سامية واتأكدت إن الريحة دي خارجة من جوه الأوضة، ولاحظت إن الأوضة ضلمة لكن فيها نور أحمر وضعيف طالع من لمبة صغيرة جنب السرير. والله العظيم في اللحظة دي حسيت إني واقف قدام باب قبر مش باب أوضة في بيتنا. الريحة زادت وبقت ريحة نتنة مع ريحة قماش أو بلاستيك محروق. ولما قربت أكتر اتصدمت، السجادة كانت متشالة من على الأرض وشفت على البلاط إن مرسوم عليه دايرة كبيرة ومتقسمة ل4 أجزاء، كل جزء منهم مرسوم جواه حروف ورموز بس ما فهمتش منها أي حاجة. لكن دي ما كانتش أكتر حاجة رعبتني. اللي رعبني بجد وأنا ببص
لمحت حد بعيني واقف في زاوية الأوضة جنب السرير، ومش واقف وقفة طبيعية، ده كان ثابت ومتخشب زي التمثال. ما شفتش ملامحه كاملة، وبعد ثواني اختفى. في اللحظة دي ما حسيتش بنفسي وصرخت غصب عني، وفي نفس اللحظة حسيت بإيدين ماسكين كتفي من ورا، وسامية بتزعق في ودني: انت واقف بتعمل ايه هنا؟ داخل اوضتي تتجسس عليا يا شريف؟ اتفزعت ولفيت وانا مرعوب، وجسمي كله كان بيترعش ومعرفتش اتكلم. واللي زود الرعب ان صوتها نفسه بقى مختلف، بقى تخين وكأنه خارج من زورها بالعافية. عينيها كانت مبرقة بطريقة مفزعة ومرعبة، ووشها بعد الخسسان كان رفيع، فكانت نظرتها مخيفة ومرعبة لدرجة اني حسيت للحظة اني مش باصص لسامية اختي، انا باصص لحاجة تانية لابسة وشها، او هيكل عظمي بيتكلم وفيه الروح. وفي الوقت ده سامية زقتني جامد وهي بتصرخ: ابعد من وشي، وياك تتدخل في خصوصياتي تاني. امي جت تجري على صوتنا وهي مخضوضة، ولسوء حظي شافتني وانا واقف على باب اوضة سامية وهي واقفة بتصرخ في وشي، فقالت لي بعتاب وخضة: ليه يا شريف يا ابني بتتصنت على اختك ليه؟ انا عمري ما ربيتكم على كده. الكلام ده زود غضب سامية اكتر وخلاني مش عارف اتكلم، اكتر ما انا مش لاقي كلام اقوله. ده غير ان انا كنت مرعوب لدرجة اني مش قادر اقول كلمة واحدة. وساعتها مشيت ودخلت اوضتي بسرعة، قفلت الباب عليا وانفجرت في العياط، وكنت محروق من جوايا بسبب الخوف مع الاحساس بالظلم، ومن عجز لساني انه ينطق باللي شفته. ومن كتر العياط والارهاق نمت. تاني يوم فضلت قافل على نفسي وما بخرجش غير اشرب او اعمل قهوة، لا ليا نفس الاكل ولا حتى كلام. كنت كل ما افتكر اللي شفته في زاوية اوضة اختي ضربات قلبي بتزيد والدم بينشف في عروقي. وبالليل وانا قاعد على السرير وبقلب في التليفون حصلت هزة خفيفة في الأوضة لثانية واحدة تقريبا، لكن قوية لدرجة خلت الكوباية اللي على المكتب تتهز. اتجمدت مكاني وبعدها قمت فتحت باب اوضتي بالراحة وخرجت بره، وبصيت لقيت امي نايمة وباب اوضة سامية موارب وغالبا في الحمام. الريحة النتنة لسه موجودة ويمكن اكتر من الليلة اللي قبلها. في الوقت ده حاجة جوايا قالت لي: ادخل دلوقتي، لو ما دخلتش دلوقتي مش هتلاقي اجابة ابدا. وفعلا ما استنتش لحظة ودخلت اوضتها. الاوضة كانت ابرد من بره بالرغم من الصهد اللي كنت حاسه طول الوقت وانا عند الباب، وده لوحده حاجة مش مفهومة، كأن الجو جواها منفصل عن البيت كله. فوق التسريحة لقيت ان في كذا كتاب قديم اغلفتهم شكلها غريب وعليهم رسومات اغرب. مديت ايدي بسرعة على اول كتاب فوق ولقيت عنوانه تحضير القرين وجلبه. ساعتها حسيت ان قلبي وقع في رجليا وبطني وجعتني وكركبت من الخوف، وما كنتش محتاج افهم اكتر من كده. بصيت للارض ولقيت رسمة جديدة، والمرة دي مرسوم مثلث كبير ومتقسم من جوه بخطين ل3 اجزاء، وفي كل جزء من ال3 مكتوب اسم شخص واحد بس وهو عماد. بس كل مرة الاسم مكتوب جنبه جملة مختلفة: قرين، زائر، حارس. طلعت من الأوضة بسرعة قبل ما سامية تخرج من الحمام وتشوفني، ورجعت أوضتي وقفلت الباب على نفسي وقعدت أفكر وأجمع الخيوط ببعضها. الوحيد اللي أعرفه واسمه عماد، ده جارنا ساكن في البيت اللي قصادنا على طول. وبدأت أسأل نفسي: هل سامية معجبة بيه مثلا ولا في بينهم حاجة؟ وايه التصرف اللي مفروض اعمله؟ حاولت اهدى اكتر وافكر. اللي اعرفه ان عماد انفصل من حوالي شهر عن مراته بعد جواز ما استمرش الا شهرين بس. في اللحظة دي عقلي وصل لحاجة خوفتني اكتر من كل اللي شفته. سامية ليها علاقة بعماد او باللي حصل له؟ اكيد ليها علاقة، يمكن اكون غلطان، لكن كل حاجة كانت بتوصلني لنفس الاستنتاج: الرسومات والهمس والكتب والبخور والاسم المكتوب والانهيار اللي بقيت فيه. وساعتها بقيت متأكد كده إن سامية دخلت في سكة سودة علشان خاطر عماد، أو يمكن بتساعد حد يأذي عماد. قعدت أفكر هل أقول لأمي ولا أواجه سامية ولا أتصرف إزاي. وأنا غرقان في أفكاري سمعت صوت سامية جاي من ناحية الحمام. صوتها فعلا لكنه مشوش زي صوت حد بيتكلم في موبايل والشبكة بتقطع. الصوت بيروح ويجي والكلام مش واضح قوي، بس هو صوتها. فتحت باب اوضتي بالراحة ولما خرجت لقيت باب الحمام مقفول فعلا. قربت على طراطيف صوابعي وبين الباب والأرض كان في فراغ صغير. نمت على الأرض وبدأت أبص من تحت رغم ان انا عارف انه ما ينفعش اعمل كده، بس اللي شفته جوه
عمري ما هنساه حتى لو عمري بقى مليون سنة. لقيت إن أرضية الحمام مرسوم عليها بالفحم خطوط كتير بالطول وبالعرض وداخلة في بعض، عاملة مربعات من النص ومربعات مفتوحة من الأطراف، زي ما ترسم مربعات علشان تلعب إكس أو. بس من طرف المربعات المفتوحة ومن وسط المربعات قريت كلمات مكتوبة: القلب، الحب، الخضوع، الرجوع، الانهزام، الضياع، اللجوء، القرب. أما الخانات المفتوحة على الأطراف فكانت فيها أسماء مرعبة وأغرب أكتر: عماد، أمير العرش برطاد، خادم جوف الأرض حمريار، ملك عشيرة طواط المغرقف، قرين عماد عماد. وسامية كانت واقفة قدام المراية ولابسة هدوم خفيفة جدا وشعرها مفكوك ومنكوش وعينيها مغمضة وفي ايدها شفرة صغيرة، وكانت بتتمتم بكلام غريب. لكن المرة دي قدرت ألقط منه جملة: فعلت كل ما طلبته يا مولاي الملك المتوج، فحقق لي المراد واجعل المدعو ابن زينب عماد يكون زوجا لي وحبيبا. كان صوتها مهزوز لكن في إصرار يخوف. وفجأة مسكت خصلة من شعرها وقطعتها بالشفرة ورمتها على الرسمة، وبعدها جرحت ايدها. انا سحبت نفسي لورا من الصدمة لكن ما قدرتش ابعد، وشفت الدم بينزل نقطة نقطة على الأرض، على الفحم والشعر والكتابات، وجسمها كله فضل يترعش كأن تيار كهربي ماشي فيها. وفجأة حسيت إن في حد واقف جنبي، مش مجرد إحساس عابر، أنا حسيت بإن في حرارة محوطاني، صهد أقوى من أي مرة فاتت. فاتخشبت مكاني وبدأت أعدل رقبتي ببطء، وشفته لحظتها كان واقف في الصالة. ما كانش بني آدم ولا حاجة أقدر أوصفها بسهولة. جسمه كأنه متغطي كله بطبقة من نار زي حمم البركان اللي لونها أصفر محمر، وعينيه خارج منهم ضوء أحمر صريح مش انعكاس نور. وكان بيبصلي وبيرفع إيديه بإشارة واحدة وقال: ارجع. وبعدين حرك صوابعه كأنه بيهددني وقال: لو اتكلمت هتموت. وفجأة اختفى وانا فتحت عيني وكأني كنت بحلم، بس انا لسه في مكاني عند باب الحمام. حسيت اني مش قادر اخد نفسي ولساني اتربط ومش قادر انطق بكلمة. قمت من مكاني بسرعة وانا مرعوب وجريت دخلت اوضتي وقفلت على نفسي وغطيت وشي زي العيال الصغيرة من الخوف، وجسمي كله بيتنفض. انا مش فاكر نمت بعدها ازاي، لكن غالبا من كتر الرعب. العقل ساعات بيهرب بالنوم لما الواقع يبقى فوق احتماله. ومن الليلة دي بقيت ساكت تماما، اروح الجامعة وارجع من غير اي كلام، ادخل اوضتي واقفل على نفسي واسمع تمتمتها من بعيد، واسمع حركة في الحمام او الاوضة وما كنتش بتحرك. كنت خايف لاشوف الكائن ده تاني ومتأكد انه لو شافني بتصنت على سامية مرة كمان فساعتها مش هيسيبني. انا مش عارف شفت ده فعلا ولا كان بيتهيألي من الخوف. ما بقيتش مستوعب ولا فاهم حاجة، وفضل الوضع على كده لحد الليلة المشؤومة. خلصنا عشاء وخالتي كانت عندنا بالصدفة لأنها من زمان ما كانتش بتيجي، فأكلنا مع بعض وخالتي فضلت قاعدة شوية. وبعدها سمعنا صوت صرخة سامية طالعة من الحمام، صرخة مليانة ألم وفزع. وجرينا كلنا ناحية الحمام والباب كان مقفول، وانا وامي وخالتي فضلنا نخبط على الباب ونزعق ونصرخ وبننادي عليها وهي ما كانتش بترد خالص. ولما صوتنا على الجيران اتلموا وساعدونا نكسر الباب. لما دخلنا لقيناها مرمية على الأرض وفاقدة الوعي وإيدها محروقة الحرق البشع اللي شفناه. وعلى أرض الحمام نفس الرسومات اللي شفتها قبل كده، الفحم، العلامات، الشعر، كل حاجة كانت موجودة زي ما هي. أنا بصيت لخالتي وبعدين لأمي بس سكت، وشلناها بالعافية لأنها كانت تقيلة بالرغم ان وزنها قل جدا مؤخرا. ودخلناها اوضتها لحد ما الاسعاف تيجي. واول ما دخلنا اوضتها كلنا كحينا من الريحة، والاوضة فعلا كانت زي القبر، مقفولة ومكمكمة، وريحة العفن والبخور والدم متداخلين فيها بشكل بشع. وكان في كتب مرمية في كذا حتة ومبخرة واطباق فيها حبر اسود وهدوم عليها بقع دم. امي اتهزت وقتها، انا شفت ده في عينيها لان الحاجة اللي كانت بتنكرها او مش شايفاها بقت موجودة قدام عينها. الاسعاف جت بعد نص ساعة تقريبا وخدوا سامية، والجيران فضلوا مالين الشقة
وكل واحد بيقول تفسير شكل. ولما سامية دخلت للمستشفى فضلت هناك للعلاج وفترة تحت الملاحظة، والحمد لله اتعالجت واتحسنت. ولما رجعت البيت أمي رفضت تخليها ترجع أوضتها، وخلتها تنام معاها في أوضتها، وقفلت أوضة سامية بالمفتاح وبدأت تشغل فيها قرآن طول الوقت. لكن حالة سامية ما كانتش مستقرة وكانت بتنام كتير جدا، ولما تصحى تصرخ وتقول إن في حد عايز يموتها، وإنها بتشوفه في كل حتة، وإنها كل ما بتحاول تنام بيجيلها حتى في الحلم، وإنها لو ما نفذتش اللي هو عايزه منها مش هيسيبها. وكانت ساعات تبص في زاوية من زوايا الأوضة وبعدها تستخبى في حضن أمي وكأنها شايفة مصيبة. هنا أنا ما قدرتش أسكت أكتر من كده، وجمعت نفسي وشجعتي وحكيت لأمي وخالتي على كل حاجة، من أول مكالمة السلم لريحة البخور والصهد لحد الرسومات والكتب واسم عماد واللي شفته في الحمام والكائن اللي وقف في الصالة وهددني. وبعد ما خلصت كلامي أمي وشها اصفر وخالتي اتصدمت من الخوف، لكنها كانت أهدى مننا كلنا في الوقت ده، وقالت من غير تردد إنها تعرف شيخ بيعالج الحاجات دي، وإنه راجل محترم مش دجال، وإنه بيقرأ قرآن على الحالات اللي زي دي، لأن كده سامية ممسوسة. أنا بصراحة كنت شاكك، كنت خايف إنه يطلع زي أي حد بيستغل خوف الناس، لكن لما جه وأول انطباع خدته عنه ريحني شوية. كان اسمه الشيخ جبريل، راجل هادي جدا وكلامه قليل ووشه بشوش ومبتسم دايما، وما قعدش يسأل أسئلة فيها استعراض ولا يرعبنا بكلام زيادة ولا طلب مننا أي حاجة غريبة. سمع مني الحكاية كلها وبعدين دخل شاف سامية، ومن أول جلسة والبيت كله حس ان في اختلاف. سامية كانت منهارة وبتتشنج وهو بيقرأ عليها قرآن، وبقت تصرخ وتعيط وتسد ودنها وتقول كلام مش مفهوم ولا مترابط. لكن مع الوقت وبعد اكتر من جلسة بدأ التعب اللي فيها يقل، وبقت تنام من غير ما تصحى مفزوعة وتصرخ، ولون وشها وشكلها بدأ يرجع زي الأول. وأنا لسه فاكر الأيام دي كويس، كنت بسمعها أوقات صاحية وبتستغفر بصوت واطي وتقول يا رب سامحني، يا رب أنا غلطت، يا رب أنا تبت. وساعات كانت تقول إنها مستعدة تستحمل أي عذاب بس ربنا ما يخليهاش ترجع للي كانت فيه. وكان واضح جدا إنها ندمانة ندم ما يتوصفش، ويمكن دي أول مرة في حياتي أشوف الندم بالشكل ده، مش مجرد خوف من نتيجة، ده ندم واحد حس انه سلم نفسه لحاجة قذرة لمجرد انه معرفش يرضى بنصيبه. الايام عدت بعدها والجلسات كملت وحالة سامية اتحسنت فعلا، وما بقتش بتصرخ بالليل خالص، وحالتها اتحسنت وبقت زي الفل، وبقت تقوم تقعد معانا وترد على كلامنا وتبص في وشوشنا وتكلم صاحباتها. ومع الوقت بدأت ترجع لنفسها بالتدريج. النهاردة سامية رجعت شغلها واستردت صحتها ووعيها ونفسيتها بقت أحسن بكتير، والشيخ جبريل أصر إن أوضتها القديمة ما ينفعش ترجع زي ما كانت، فغيرنا العفش بتاعها كله واتحرقت كل الحاجات اللي كانت فيها، الكتب والمبخرة والأطباق وكل حاجة ليها علاقة باللي حصل. وأمي فضلت فترة طويلة مشغلة القرآن فيها على طول، وتمسح الأوضة بمية وملح زي ما الشيخ جبريل قال، وتقفلها بعد كل مرة وما كناش بنفتحها نهائي. وبعد فترة عرفنا ان عماد رجع لمراته. انا ساعتها اتأكدت ان سامية كانت ليها علاقة باللي حصل بينهم، يمكن كله بأمر ربنا في الأول وفي الآخر طبعا، لكن ربنا بيسبب الأسباب لحكم كتير، وإحنا ساعات بنبقى سبب في خراب بيوتنا إحنا ونفسنا قبل خراب بيوت ونفوس غيرنا. وبعد ما سامية خفت حاولت في مرة كده لمح لها وأعرف منها كل حاجة. هي ما أنكرتش فعلا إنها دخلت السكة دي، لكنها رفضت تحكي تفاصيل أكتر من اللي أنا شفته وحكيته لكم، واكتفت إنها تقولي وهي باصة في الأرض وصوتها كله حرج: أنا تبت لربنا خلاص ومش عايز أفتكر الموضوع ده ولا أتكلم فيه تاني أبدا، كفاية العذاب اللي عشته وشفته وكفاية تأنيب الضمير اللي أنا عايشة فيه. طبعا أنا احترمت رغبتها، ومن ساعتها ما بقيناش نفتح الموضوع ده خالص، لأن فعلا كان واضح إن الذنب عايش جواها ويمكن يفضل عايش جواها طول العمر، ويمكن يبقى ده جزء من اختبار توبتها وصبرها، الله أعلم. بس اللي أنا متأكد منه واللي شفته بعيني إن رحمة ربنا أكبر من أي ذنب وأوسع من أي يأس، وإن اللي بيرجع له بقلب صادق
باب التوبة ما بيتقفلش في وشه، والحمد لله إن سامية فاقت وتابت، وربنا ألهمنا الصواب وتصرفنا صح. ربنا أنعم عليها إنها ترجع لصحتها وحياتها وشغلها من تاني. لكن رغم كل ده فضل سؤال مش راضي يفارق دماغي: ليه الإنسان دايما بيتمرد على نصيبه ويمشي في طرق تأذي غيره علشان بس يحقق رغباته، حتى لو الطريق ده فيه شرك بالله وهلاك لنفسه قبل أي حد؟ لو وصلت لحد هنا أحب أقولك إن دي نهاية قصتنا النهاردة، اللي بتمنى إنها تكون عجبتكم فعلا، وطبعا مستني رأيكم عليها في التعليقات لأني هقراها كلها. وبس كده، أشوفكم على خير في قصة جديدة.